بعد مباراة النادي الأهلي مع نادي فاركو، اتقال إن في بعض من جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة في المدرجات اتقبض عليها. في اللي بيقول نتيجة هتافات سياسية، في اللي بيقول نتيجة إن اترفع علم فلسطين، أيا كان السبب. في الحقيقة يعني بغض النظر عن الحرية بتاعت التعبير والكلام الكبير دوا أو القناعات الشخصية في القصة دي، فإن مش هيحصل حاجة يعني لو الناس عبرت عن رأيها في القضية الفلسطينية كل الكلام ده كلام جميل جدا، ويعني مش هنتكلم فيه، لكن احنا عايزين نبص للموضوع بنظرة موضوعية وبنظرة عقلانية. خلينا نفترض ان لو حضرتك رايح في حفلة او في مسرح او في كافيه او ايا كان او سينما، وفي تعليمات انك انت لو هتخش لازم تخش لابس بدلة وممنوع التدخين. دلوقتي لو حضرتك عندك استعداد تلبس بدلة وما تدخنش هتروح، لو حضرتك مش هتقدر يبقى حضرتك مش هتروح. تعال نطبق الكلام ده على المدرجات. في تعليمات أمنية، حضرتك عندك استعداد تلتزم بالتعليمات الأمنية اللي محطوطة لك أثناء وجودك في المدرجات، روح. حضرتك مش هتقدر تلتزم، يبقى يا ريت حضرتك ما تروحش، لأن محدش هيتضر غيرك. وحتة اللوم على مجلس إدارة النادي الأهلي في إن هو ما بياخدش موقف، مع الأسف مجلس إدارة النادي الأهلي بيتبع مؤسسة تتبع الدولة، مؤسسة حكومية، مش هينفع يطلع بيان يدين فيه المؤسسات الأمنية اللي موجودة في البلد. فبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي كبيره يقوم محامي للشباب دي يحاول يطلعهم، إنما عشان يصدر بيانات أو ياخد خطوات فعلية على أرض الواقع اتجاه مؤسسات من مؤسسات الدولة، فالكلام ده هيبقى صعب جدا. يا ريت الناس اللي هتروح المدرجات تلتزم حفاظا على نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.